مش معقول. بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه، بخش كل اوضه اقول لهم دي نار ازرق دي، واقعد اتلكع شويه بنحنح علشان يدوني البقشيش. ومحدش بيعبرني، فباخد بعضي وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. اشمعنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه، شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المره دي على اكل عيشك. ان شاء الله يا فندم. خدمه تانية يا فندم؟ لا متشكره. هو حضرتك هتسافري بكره؟ ان شاء الله. في الحقيقه انا عمري ما هنسى طيبه قلبك وكرم اخلاقك. انا ما عملتش حاجه، ثم احنا ولاد بلد واحده والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحاك. متشكر يا فندم. في الحقيقه يعني انا متشكر ان جيت للصراحه، يعني متشكر قوي. استاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج لفلوس؟ لا يا فندم متشكر، انا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم اهو. على كل حال لو احتجت لاي حاجه من هنا لبكره انا تحت امرك. يا فندم انا متشكر قوي، وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا متشكر حقيقي يعني. متشكر. هلو. هلو مدام. هلو. يا سلام، أول مرة حد يحترمني في اللوكاندا بالطريقة دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبة صحيح. هلو. De quel pays vous êtes? يعني دي كل بيفوزات في كل موليفر. احنا في الإعدادية خدنا أورفار بابا أورفار ماما. من أي بلد؟ I am Egyptian. Ah, je sais. You, Homer Sharif. No, I am عمر الجزاوي. Kiss me. What? Kiss me. No. Kiss me. I can't. No, kiss me. مدام. Kiss me. مدام Kiss me. لو كنت جيت قبل كده Kiss me. ب 80 سنة كان ممكن. Money. No. Money. No, Money. مدام. No, Kiss me. مدام. Kiss me. Please. Kiss me. God, Money. مدام. Money. No. Oh, money. No, Money. مدام. Money. Please. Let me, مدام. No. Homer Sharif. Homer Sharif. Homer Sharif. Homer Sharif. الحقيقة استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست، هي عيلة صغيرة وزي القمر، بس عايزة تعتدي عليا. تعتدي عليا. اهي. عمر شريف. عمر شريف. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة. عيلة. Je t'aime. Je t'aime عمر شريف. ايه ده؟ Je t'aime عمر شريف. Je t'aime. شوفها مالها. مدام يا جميل فوق، الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. دي ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش، احسن لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعايزني اسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك؟ مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف في الطرقه شويه، اجرجرها على اوضتها ولا من شاف ولا من دري. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسعه، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيبني معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزريل على القهوه وقال انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم، والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر حاضر حاضر. يلا جميل. لا شويه ولا اقول لك خليها من هنا احسن. لا من هنا. طب معاكي سلبه؟ مفيش سلبه هنا. طيب هقول لك على حاجه. طب ايه؟ طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كان مالي انا بس ومال ده كله؟ تاني ما تخافيش، دي ميتة مش هيحصل منها حاجة، وبعدين كلنا سوف نرقد هذه الرقدة، في آخر الأمر جميعا سوف نرقد هذه الرقدة. يلا جميل، يلا استهاني.
معايا بقى. خليك معايا يا ربي. استنى بقى ايه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نافعك يا اختي. نيجي رحت فين؟ يا نهار اسود ومنيل. انا بقول تبلغي اللوكاندا يا احسن استهانم. بلغي اللوكاندا ارجوك. بلغي اللوكاندا. باسبور باسبور. هم اخدوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنقوا مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي. اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح. احنا ورانا حاجه؟ ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. أنا جاي أعتذر لك. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني أجرح شعورك بكلام أنا ما أقصدوش. مفيش حاجة، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقة. أبدا، أنت شاب شريف ومكافح، وده مش عيب. بشوية أمل وشوية صبر إن شاء الله هتوصل. اسم حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد تكتب الفقراء اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش أفقر منك وتعبانة في حياتي عنك كمان. والنبي استهانة مش عايزين تريقة، كفاية اللي احنا فيه. ده في واحدة قتيلة فوق لسه ما اتدفنتش. أنا بتكلم جد، صدقني. شوف يا استهانم، أحب أقول لك على خبر هام. اتفضل قول. احنا عيال مخلصة قوي نفهمها وهي وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وإيه رأيك بقى يا أستاذي اللي بتفهمها وهي طايرة إني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج؟ شفت بقى إزاي إن كفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على المركب واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجوزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما أخرت سفرها سبقتهم أنا عشان أوضب لهم البيت. ورحت عاملة فيها بنت أبو علي. يلا، حد واخد منها حاجة؟ وهريتينا قلاطي. أهو تسالي. الله يخرب بيت الشيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخرة بتاعتك على المركب يفتكر إنك أنت إمبراطورة. الله العظيم. يا خسارة، الأسماء والتخينة ملوش خاز المرة دي، طلعتوا براءة. الله يخرب بيتك، وده حاجة تزعل؟ على أي خال أنت مفيش شغل معايا من النهاردة. ما أنا عارف إني مرفوض من غير ما تقول، وهي دي القمضة دي زريبة. يا نهار اسود، أنت عملتوا سكلة معانا كمان؟ لا شوف أما أقول لك. المهم أنا ممكن أسافر النهاردة؟ ممكن مدام، بس مالكيش دعوة بالراجل السودالي ده. يا جدع عيب، حسن ملافظة، اشحال لما كنتش خواجة. عن إذنكم. بتبص على إيه؟ بص لي هنا. الصنطة بتاعك أهي، وريني عرض كتافك. أنا مش همشي من غير ما آخد تعويض. شوف حبيبي، خينا في اللوكاندا في عندنا 5 راجل زي الخيطة، بإثارة واحدة ممكن يجي يتفاهم معاك. 5 5 5 5 زي الخيطة. زي الخيطة. السلام عليكم. أشوف وشك بخير. لا معلش، هوصلك المطار. مفيش داعي، أنا سافرت قبل كده كتير وعارفة السكة. لا 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 لا، هوصلك المطار، تروحي شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار. بس عشان ما أعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا.
لازم يعني تسافري؟ اكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانه دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطه من الشغل معاهم؟ ان جيت لي الحق لا. انما مفيش انما. لا ما هي عادله ولا مبسوطه، ليه تروحي لهم؟ امال هعمل ايه؟ خليكي معايا، ايدك في ايد نكافح سوا، وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه. وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وابعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادمنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين 2 رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمه قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي اوله صعب اخره راحه. قلت ايه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا كنت واثق انك انت هتوافقي. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمه انا مش مجنونه اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجه. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي، انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفش انا هتقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا، نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا، عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني انه هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا. لا جنتل. ها جنتل. انا مش انت الراجل. اتدبس انا بقى عشان جنتل. ها الله العظيم. لا عشان انت الراجل. انا راجل اتدبس انا يعني. ايه رأيك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليلة فيها ب1,000,000 جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. يوه ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخرة ايه بس؟ طب اسمعي، انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجهزها لوحدي علشان تبقى رخيصه، وانت تحصلوني بعدين، ولا من شاف ولا من دري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ست لو طلعت مش ولا بد، يبقى لعب الصوت ولم عليها العالم. تعالى هنا. الدور الثالث، ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه انت مجنون رسمي.
انت متنح لي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو اي ام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا يا حبيبي مع الف سلامه. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقه طبعا اللي حصل. ليه؟ ما شفتيش قبل الواد ابن بلد مفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفتي. ايوه بس واحده زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ احنا كده حلوين قوي بالصلاه على النبي. سيبك بقى من القلاطه بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم. انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير. احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقوله دي؟ حبك قوي الورد دلوقتي. حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بكشيش. اي ام ايجيبشن بوليس. ما بيدفعوش بقشيش. يا جماعه اللي تحت نعم. ما تطلعوا على السطوح شويه. يا ساتر ده انا ظهري كان هيتكسر. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت؟ انزلي تحت السرير. الاوضه نفر واحد. انزلي تحت السرير. معقوله دي يا ربي؟ استنى عليا. حطيتني في دماغك انت بقى. مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش اند نو بكشيش. يو ار ايجيبشن بوليس. مع السلامه. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن. من كام يوم كنت انا تحت السرير. النهارده انت اللي تحت السرير. سبحان وغير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لا اعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نام احسن تلاقيك هلكتي باللف طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ وانا هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ امال حراسه على الباب. هنام على الكرسي. انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله. طب وايه اللي يخليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا اذنك بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح. حنان. ايه؟ الباب. طب ما تفتح انت. ايوه ما عشان افتح انا لازم انت تبقي تحت السرير. على الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you Yes. and one for madam.
هتلاقيهم عارفين انك انت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى احسن انا ميته من الجوع. انا اللي هيجنني بقى التدبيسه اللي انا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقول لك ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلو؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. ايه؟ انا عارف انها تقيله شويه، بس بكره بقى هتتعودي عليها. انا مش فاهمه لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقه للنوم في اوروبا، اسمها طريقه النوم المريح في مواجهه الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حته يسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقول لك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا. انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. صياعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع شد عدوك على قفاه. بكلمك جد، صياعه جميله. يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقول لك ايه، انا هستخبى، ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب. Please, take me to Folly Romani. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. ده استنى. تنكى عليك وعلى اهلك. شوف الذي ايه؟ What happened يا اسطى؟ بوش give me بوش. مي عايز زقه؟ بوش. وانتوا كمان هنا عندكم زق؟ وانا فيها حيل عشان ازق؟ زق كمان. الله 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 يا ابن الحراميه. Come here. I love you. ممدوح I love you. Come here. مساء الخير يا اخويا. انت فاكرنا ايه؟ ده احنا صيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ ده احنا من الدرب الاحمر يالا. انت اقف. شوف اقف يالا.
كلبوه. ممدوح اديله. هديله على دماغ امه. كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي بليز انكل ليف دادي، دادي كول هيز كريزي لايك فول يعني مستعد تاخد تأبيدة علشاني؟ تأبيدة مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة و4 اعدام. بلاش كدب وقولي. انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه بس بشرط تخلي ايدك كده على طول. ليه؟ لان الوجع كله بيروح من لمسة ايديكي والعذاب بيهرب من نظرة عينيكي. يا نهار اسود على الكلام. من فضلك خليك جد بقى شوية. قولي هتعمل ايه دلوقتي؟ هعزيمك فاخر يرم جتتك. هات. ده فرشنا السفرة. ايوه ايوه انا هفرق. ده فول مدمس ورانا. هات. ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو؟ بيعملوا ايه؟ بيناموا كل 2 في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة؟ يعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، ما تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكرة الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبة. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفيلك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخة واحدة بس باقي اللي هي. قول لي يا ممدوح، املك ايه في الحياه؟ امل اغتني ويبقى عندي الفلوس زكايب زكايب ولا بنت الحلال اللي اتجوزها. واخده بالك من حته الجواز دي؟ واخده. ونخلف لنا 12 عيل وتبقى الحكايه اخر لخبطه. 12؟ حلاوتهم كل اجازه واحنا خارجين نتفسح كل واحد في عربيته. 12 عربيه، 6 قدام و6 ورا، وانا وصاحبه الاسم والنصيب في عربيه مكشوفه في النص. والموكب ماشي والعالم واقفه، والموكب ماشي والعالم تزغرط، والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل.
ستوب هيرا يا عرباجي، ستوب هيرا يا علي، ستوب هيرا يا علي عوض، ستوب يا اخويا. ثانك يو. خيرستو بارابولي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو. افخارستو بارابولي. افخارستو. لو كنا عملنا الحركة دي في مصر كان العرباجي يقطعنا طبعا. بتهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قدنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا. يلا يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ كلم عربي شوية شوية. أيوة خلصت بارابولي. عامله ايه؟ تمام. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ لا فرحان بيكي. سلام. معقول الامل اللي احنا فيها دي؟ ممدوح. هروح اشوف المترو. ايه وقفت ليه؟ تتجوزيني؟ كده من غير ما تعرف عني كل حاجة؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسه وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش؟ كفايه ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبية غنية تتجوزها، هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحة، مش واحدة فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. الله، كل شيء ممكن يتباع وينشري الا الحب اللي في القلوب. مرة قريت في كتاب ان الغربة والوحدة بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، انا من اول يوم شفتك فيه على المركب حسيت ان كل حاجه فيها متلخبطه. كنت بالنسبه لي نجمه في السماء مسموح لي اشوفها من غير ما اوصل لها والمسها. ولما لقيتني جنبك على الارض بقيت اسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت. واديني تاني بترجاك انك تتجوزيني، وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توافي. الله، ليه الدموع طيب؟ ما انت كمان بتدمع. حلو الجواز مش كده؟ ها جواز حلو على فكره، جواز جميل. الراجل ده زي اللي عندنا. بكره الصبح ننزل على السفاره ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعتي لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلت لك يا قفش هنا
يا تقفشني هي. الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهارده انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكره مش النهارده. بكره هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقه قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري، كل ما افرح واكون سعيده اعيط. بالطريقه دي بقى هتعيطي طول عمرك، لان ناوي اساعدك على طول. قوم يا جميل، انا اتاخر ويرفدونا. حنان، 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 حنان. عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بلا عنوان. حبيبي يا ابني، الف حمد لله على السلامه، الف حمد لله على السلامه يا ضنايا. جرى ايه يا ام ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شويه. هعمل ايه؟ مش مصدقه اني عشت وشفته داخل عليا من الباب تاني. يا حبيبي يا ابني، ده انت ليك وحشه كبيره قوي، البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله، ربنا كريم، عارف ان احنا غلابه ومحتاجين له. ايوه يا اخويا، محتاجين له جنبنا يا ضنايا. اما اروح اعمل لكم شربات. انا قلبي بيقول لي ان في حاجه كبيره هي اللي رجعتك. حاجة ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. راجل خليك فين ممدوح؟ دوحة حبيب قلبي، لا تعالى دوحة حبيبي يا قلبي. ازيك يا ازيك؟ استنى بس خالتي، استنى اقعد. تصدق بالله ما صدقتش ماما لما قالت لك كده. ماما تقول لها دلوقتي ماما، وانت من امتى بتصدق امك؟ انا طول عمرك لسانك طويل، حتى لما رجعت من اوروبا. استنى يا جوز خالتي. يا اخويا سيبك من اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي، وحشتوني. اشتقت لنا؟ انت شاتل الفقر يا فقر. يا اخويا ما تقولش كده على الواحد. يا ست سيبيه، ابن خالته بيهزر معاه. ولا يهمك، انا ما تشيليش هم يا خالتي، انا من بكره هشغله معايا في مطعم اللوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بدنجان. انت اتجننت في حالك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بره كان هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروفه يعني، يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يو امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي البنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنه لورا. اسمع يا ولد، انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى نروح خلينا نقعد جنبنا. اتفضلي يا اختي زي اختك تمام. اسم الله يا اخويا، اسم الله يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. سيب الواد بقى احسن اتهالك. وحشني يا اخويا، وحشني. يا اخويا، 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 يا اخو
عندكوش غير راغي؟ غير قوام طفايات السجاير بسرعه. حافظ اللي قالك عليه احسن، ده مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. في حد يبصبص للزباين كده؟ افرض المتر شافك وانت بتبحلق في الوليه كده قوي، هيقول لك ايه؟ هي مين؟ هي يا زغلول فلان. اسكت يا اخي، خلي امك تزغرك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجه، كل ما تشوف واحده تقول هي. بقول لك هي يا زغلول. انت قايل التانيه فقيره وعندها شغلانه على قدها. الحكايه فيها سر، انا هروح اكلمها. تعال يا ممدوحه، كل عيش هنا، كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع. يلا رب البيض. يلا اقلب البيت. معلقه لا مؤاخذه، بس معلقه يمكن تكون. ايه اللي انت هببته ده؟ انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر النوادي سامحه. بالشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه. يا حاج اوزوريس دي ظروفه الاجتماعيه قاسيه. ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه دي امه قاعده ب 11 عيل يتامى مالهمش غير ممدوح وربنا. البلوى ده بيجري على 11 عيل. عيال يتامى فوق بعضيهم كده، يتامى غلابه وكلهم نيله زيه. ابدا، دي عيال مبروكه، دعوتهم مقبوله، على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك. الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني لو فاعك دعوه هيفقعها لك من هنا، يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب. خلاص انا هدوس على كرامتي واسامحه، بس على شرط ينزل يشتغل في المطبخ. بس كده؟ ينزل في المنجم، انا هجيبهولك يبوس راسك. يبوس ايه يا عم عفيس؟ الله مالك في ايه؟ انت بتقوم ليه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده، تمسكها كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. الله يخرب بيتك. روح بوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها، انا نيابه عنك هتابعها، هعرف خطواتها، هجيب لك عنوانها، هجيب لك قرارها. اتفضل. كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست، امي ما لقيتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت؟
من شويه. وقاعد في الضلمه ليه؟ الظروف بتحكم. مالك؟ متضايقه ليه؟ لا ابدا. معلش، انا عارف الناس اللي انت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك. انت عارفه ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامه، وطبعا مش معقول احبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حنان، عزت بينادي العواطف. تعبانه. تعب ده مآنس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف، مناخيري شم حاجه كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه، والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. يا حكومة عيب، يا حكومة حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني، ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرمي لها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على، ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشراشيح. فيلم ايه؟ الشراشيح. اي خدمه؟ هو في ميتم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محمود؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحقيق. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمرة التانية بسألك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمرة التانية والاخيرة بقول لك مين سيادتك؟ بلاش قلة ادب يا ولد. انت كامل! انا عايز حنان هانم. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني، اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني، اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل اسرع. اتفضل يا محمود، هات واحد ليمون للاستاذ يبل بيه ريقه. ومع الليمون واحد قهوة ماله، يعني فوق المظبوط بشعرة عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. لا اصل سيادتك شخطت فيها شخطة بره خلت الواحد. لا معلش معلش، على رأي المثل بيقول لا محبة إلا ما بعد عداوة. العداوة ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوة. لا إن شاء الله ما فيش حاجة. أمال حنان هانم فين؟ حنان مش موجودة، بس أنا وحنان واحد. أنت والدها؟ بالظبط، برافو برافو. أنت إنسان ذكي جدا ولماح، أنا فعلا والدها. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل. ما يصحش يا عم يعني. لا 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 لا، أنت حنان بنتي وأنت صديق حنان، تبقى في معزة ابني بالظبط. فندم العفو، عفو يا عمي. أهلا وسهلا. القهوة بقى يا عمي، القهوة يا أبو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقة في منتهى كرم الأخلاق. ميرسي. مع إن اللي يشوفك وأنت بتشخط فيها بره يقول على سعادتك من ضرب اللبانة. ظريف ظريف قوي. قول لي بقى، احكي لي انت اتعرفت على حنان ازاي؟ ها؟ هو أنا أصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله، هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجة خالص، ولو اني انا احب قوي اسمع الحكاية دي منك انت تاني. ها؟ والله يا عمي الحكاية زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم
فهمتني انها بنت فقيره وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت. حبيتها لا حبيتها جامد. انا اقول لك الحقيقه حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع، كان حته اسبوع اسعد اسبوع قضيته في حياتي والله يا عمي. عارف يا عمي هي اللي اتمنت انها تكون شريكه حياتي. والله يا عمي. عظيم، هدف نبيل. الجواز يا ابني نص الدين ومفيش احسن منه. كمل يا ابني كمل. فجأة بقى هي يا عم اختفت. عشت ايام سودة وهي مش معايا لغايه ما رجعت بقى وشفتها امبارح صدفه. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الاوتيل. وانت كنت في الاوتيل؟ لا انا اصلي بشتغل هناك يعني. هي اي نعم شغلانه مش قوي انما انا عندي مؤهل جامعي برضه يا عم. عظيم. ده انت نموذج من الشباب المتطور، وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم. ممدوح احمد عبد الرحمن. انعم واكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي عشان ادهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضه يا عمي ولا ايه؟ من حقك يا ممدوح. عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها، اكيد بتحبها. انا عارف بنتي حنان جميله وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، اصل البنات دايما كده بتتكسف قدام ابهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك، وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عليه. لا اطمن يا استاذ ممدوح جدا. احنا ما يهمناش الغنى ولا الفلوس احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا طمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه. مبروك، بقى لك ابين، اب في مصر الجديده واب اخر في الزمالك. انا مش قلت لك مناخيري شم حاجه انا مش مستريح لها ابدا. ارجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا. ده يا دوب اسبوع قضيتوه في حضن بعض. ارجوك كفايه. والكرامه والعفه والشرف كانوا معايا انا بس. انا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين انا استناها عشان يسمح لي اتكلم؟ وانا علمتك من زمان اني ما فيش صوتي على صوتي ابدا. اتكلمي، قولي لي ايه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجه، ما حصلش حاجه. كذابه. تليفون يا ممدوح. عشان انا واحده ست. لا شيخ. الو. الاستاذ ممدوح؟ ايوه انا صديقه حنان. هي مش قادره تكلمك، لكن في حاجه مهمه عايزه تقول لك عليها. هي هتهرب الليله من عزت، وبتقول لك استناها بكره الساعه 5 في الفجر في اسكندريه في العجمي. بس العجمي ده كبير. فاني حته بالظبط؟
عندي كيلو 35. طيب بس هو هجيب سيرة لحد؟ لا طبعا مش هجيب سيره لحد. اوكي، باي باي. مع السلامه. Blood pressure on 30/90. Pulse? 90 per minute. Pupillary reflex? Normal. Babinski? Absent. Suspected TC. Most probably. في اشتباه يكون عنده ارتجاج في المخ وهنضطر نخليه تحت الملاحظة 48 ساعة. لو سمحت عشان تعمل اتفضل. خلاص يا خالتي بقى، كفايه يا خالتي. خلاص يا خالتي بقى، الله ما جراش حاجه. ايه يا بس خالتي بس بطلوا عياط. الحمد لله اللي جت على كده. انا عارفه انك على راحتها بالشكل ده. صرحني يا زغلول يا ابني، مين اللي كان بيهلوس باسمها طول الوقت؟ بصراحه جوز خالتي هقول لك الحقيقه يا خالتي، ممدوح حب من فوق، من فوق قوي. يا ريته كان حب من تحت زينا كلنا. أنا خايف على ممدوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلبي كان حاسس من يوم ما رجع. طب والعمل يا ابني؟ أنا هتصرف. أي خدمة؟ عايز حاجة حضرتك؟ أنا زغلول ابن خالة ممدوح. وعايز إيه؟ أصل ممدوح في المستشفى، طصته عربية وهو جاي ميعاد حضرتك. معادي أنا؟ هو من ساعاتك بعت لي واحدة صاحبتك ضربت له تليفون وحددت له ميعاد. أنا؟ أيوه، حتى بالأمارة الميعاد كان في الفجرية. هم الأغنياء بينسوا زينا ولا إيه؟ وهو عامل إيه دلوقتي؟ لا كويس، لا ممدوح كويس. رجله اليمين حلوة أوي ما شاء الله، رجله الشمال 3/4. ممدوح من خالتي، وطول ما نايم في المستشفى حنان 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 حنان. أرجوكي روحي له عشان خاطري، أرجوكي. لو تعرف قد إيه خايفة عليك وقد إيه بحبك. حنان، سلامتك يا ممدوح. انت كدبت عليا. ما تظلمنيش يا ممدوح، انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معاك اجمل ايام عمري كله. انا بقالي سنين مش ملك نفسي، صدقني. والدك؟ مش والدي، جوزك.
حنان. السلام عليكم يا بابا. اهلا يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. 4 مكانات في المصنع شغالين وال5 بيصلحوها وكل الطلبات سلمناها في موعدها. طيب عال. كنت خايف لاسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا، ده انت وراك رجاله. الله ينعل اول عيا. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجه، بدليل ان النهارده رحت النادي وقعدت ساعه بحالها العب تنس. والله يا عيال فيتك راحه تلعبي لي تنس وانا قاعده في البيت عماله بذاكر. عشان حضرتك عندك شهاده السنه دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شويه؟ دي بقالها سنه شايله الهم. انا بضحك معاها يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس بتسأل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومة. خليك انت مرتاح يا بابا، انا هشوف مين. ايوه يا فندم. امال سيد بيه فين؟ انا بنته، اي خدمة. كنا عاوزين نجرد الفيلا ومحتوياتها ونروح المصنع نعمل له معاينة ونجرده هو كمان. ليه؟ في امر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسة. تحت الحراسة؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا راجل طول عمري في حالي. ما حلتيش غير مصنع صغير فاتح بيه 50 بيت ل50 عامل. ولا عمري عندي فلوس في بنك ولا عمري عملت حاجة بطالة. دي تعليمات من فوق يا سيد بيه. اندع اللجنة. اجردوا البيت. يا حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا. في الحقيقة يا بنتي انتوا صعبانين عليا. احنا مظلومين. بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟ اسمعي، انا هسيبكم الليله تباتوا في الفيلا وهتحمل المسؤوليه على نفسي. تعالي لي بكره المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. اتفضلي. ازاي صحة بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمة كانت شديدة عليه. والله انا مقدر. شوف يا بنتي، انا بحثت في جذور الموضوع، لقيت ان الحل كله في ايد عزت بيه. عزت بيه اللي كلمني في النادي؟ ايوه. يظهر انك زعلتيه، مع انه راجل طيب، كلمه توديه وكلمه تجيبه. ده انا يا دوب قابلته مرة واحدة في النادي. روح يا بنت ترجيه، استسمحيه، يمكن يلغي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليكي. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجة. اصل هو راجل لعيب قديم وخد على خاطره شويه. هو بيلعب تنس؟ لا، بيلعب كرة قدم. شويت من الدرجة الأولى، عمري ما في شوطة خيبت منه أبدا. طيب أروح له. أهلا أهلا. أنا جاية لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. أنت رياضية وعارفة إن الدنيا دي ماتش كورة، فيها المكسب وفيها الخسارة. أنا بقى الحكم اللي ماسك الصفارة، اللي يقول كده مكسب كده خسارة. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحة القومية فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجة تستحق كل ده. ازاي؟ بقى تهزقي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجة؟ دي جريمة لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ أنا بنفذ قانون الملعب. كل اللي حصل ده من سلطاتي، أو بمعنى أدق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس أحب أقول لحضرتك إننا مش هنسكت وهنشتكي لأعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن، وأنا أحب نلعب سوا
ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك انا عندي قدرة ما حصلتش في تسجيل اهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم انا ما كنتش اعرف حضرتك اما كلمتني، وافتكرتك اي حد بيعاكسني. فاديك عرفتي. كلميني كويس بقى، اديني ريق حلو. لا لا، في عرضك. انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي، انا قلبي ضعيف، وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني، اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف. بقاله اكتر من سنه وهو راقد في البيت. لا، سلامته سلامته الف سلامه. انا مستعد اسفره الخارج واعالجه في اكبر مستشفيات في العالم على حساب الدوله. كتر خيرك. بس ارضي انت عني، وخصوصا انا قصدي شريف. مش فاهم. افهمك. اما راجل يلاقي ست حلوه كده وجميله ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده ايه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده، بس في السر من غير زيطه وزنبليطه. يا راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بالتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمه. يا ساتر، ما كنتش اعرف. عن اذنك. لحظه من فضلك، ما تنسيش ان الكوره لسه معايا، والماتش اللي بيني وبينك قائم، وهيفضل قائم ومش هينتهي لحد ما تيجي وتقولي لي 3 كلمات انا بحب اسمعهم قوي. انا تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه يا حلوه. بابا، ايه اللي حصل؟ رضونا يا بنتي. اسمحي، في ايه تاني؟ مفاتيح العربية. دي عربيتي، محطوطة في كشف الحراسة. مش ممكن اديكم مفاتيح العربية. اديهم يا بنتي اللي هم عايزينه، هي مش هتكون اهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تحت أمرك. انت مستحيل مستحيل مستحيل.
بتاكليش ليه؟ الملح زياده شويه. محمود يا فندم. يبقى راجع الواد الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر يا فندم. حبيبتي انا طالع مهمه سريه كده لمده اسبوع، ما نفسكيش في حاجه سريه كده اجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب ارجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهديه البسيطه دي. ايه ده؟ دي إشارة الصليب الأحمر، بقدمها لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك ايه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. انا كنت مضطره اروح ازوره. اولا عشان اطلب منه يبعد عني. ثانيا لان رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحهم من الدنيا ومتعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه. تصوري بقى أنت مدى المعاناة والعذاب اللي هيعيشه، لأنه مش قادر يوصل لك ومش هيقدر. مش الراحة له أفضل؟ ارجوك مالكش دعوه بيه خالص، وانا اوعدك انه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتيه وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لان انا الايام دي كده ما عنديش مزاج العب ماتشات حبي، لا. في صحتك العقل كويس. ما احناش فاضيين، ورانا شغل. مبروك يا خالتي، خلاص ممدوح هيخف. هي دي يا زغلول اللي هو بيحبها؟ لا دي واحده شبهها. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي، رايحه فين يا خالتي؟ رايحه اترجاها وابوس ايديها واقول لها ما تبعدش عنه. يا ساتر، زي اختك تمام، زي بابا فوله واتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالتي؟ تعالي يا حبيبتي، اقعدي بس، اقعدي اهدي بس، اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم، عيب. ايه اللي هناك ده؟ الواد خلف يا خالتي، خلف. بحبك. مش بدي ممدوح. ايوه خد بالك من الحقنه دي بقى. ايوه دي واحدة. استنى يا خالتي، استنى. انا وسهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. ازاي تبص على المرضى بالشكل ده؟ لا اصل المريض اللي جوه ده بتاعي. نعم. بتاع انا امه، انا الاخ وانت وانت وهي انت بترخمني ليه؟ الله، ده انا اللي جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ ما انا كويس يا ماما. يا 300 مرحبا، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي، اهلا وسهلا. حنان، ازيك يا ممدوح؟ انا كويس. والدي. اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه.
طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياة النبي لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكره قوي. يا اهلا وسهلا، عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قول لي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا ما هربتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه، انا لو اعرف ان خبطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش، استأذن انا بقى. ما بدري، اصل عندي كام مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ده احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره؟ مش عارفه. والنبي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استأذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كام سلمه والعربيه تحت. عربيه ايه؟ ده عالم لبط تحت، على الله بس الاقي فرد كاوتش. مع السلامه يا بنتي، مع الف سلامه. شريف ابنك عرف ينقب صحيح. طبعا، وتفتك طالع لابوه. خالتي اهلا يا زغلول. من غير اهلا، مش هي دي؟ هي. الله، هي كانت هنا؟ ايوه، هتتغدى عندنا بكره. الله، يعني انا معزوم بكره؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى يا جوز خالتي، ضمننا الظفر. ايه ده؟ انت مسافره؟ لا، رايحه بيت بابا. ان شاء الله زياره ولا طوالي؟ ارجوك يا عزت، اسمعني مره واحده بقلبك وحكم عقلك. انا من يوم ما عرفتك وانا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا اتفضلي اتفضلي كلمني. عزت، انا اديتك كل حاجه في حياتي، ما بقاش فاضل حاجه تانية اديها لك. اعتقني لوجه الله، خليني اعيش اليومين الفاضلين من عمري. عشان الواد اللي هنفوت اياه. انت عندك ستات كتير، لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجه في حياتك، لكن كل حاجه في حياته. يا خساره يا خساره، كده تسيبي عزت اللي بيحبك؟ انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالي انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زياده عن اللزوم. انا هسيبك تفكري، وانا واثق انك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات اللي انا احب اسمعهم. انا تحت امرك. عمري ما هقولهم تاني، حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده اعملي اللي يعجبك، بس الماتش هيبتدي من ساعه خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطنا تحت الحراسه تاني اذا كان ده يريحك، وتاكد اننا هنعيش. مفيش حد بيموت من الجوع. مش حراسه، لا، انا هلعب الماتش ده بطريقه جديده خالص. اعمل اللي يعجبك. ما تقلقش يا ابني، الغايب حجته معانا. بقول لك يا خالتي، ما تغديني احسن ميعاد الشغل قرب وهتسوح انا. يا اخي استنى شويه، دايما فجعان كده. مش انا اللي فجعان يا جوز خالتي، ده عصافير بطني. اكيد هي. يبقى ضمننا الاكل، ضمننا الاكل. وانا ممدوح عايز اقول لك حاجه، خليك حامش اول ما تدخل القلمين ويشدها في شعرها على طول، وفهمها ان التاخير من غير سبب قله ادب. استاذ ممدوح موجود؟ ايوه انا انا منى اخت حنان. اهلا وسهلا.
استاذ اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه وبعتتني عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصنع. انا خايفه عليك مني. عزت هاوش مره وانتصر. انا متاكد انه مش هيقدر يعملها تاني. ثم ما تنسيش حاجه، انا واقف جنبيك. اي نعم لا قيمه ولا مركز بس بحبك. وشوفي بقى الدوح لما يحب، يا نهار اسود ومنيل. هترجع شغلك امتى؟ لا اطمني، وانا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول ايه؟ ولا يهمك، دول حمير، هم اللي خسرانين. طيب ايه رايك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟ كلام رجاله؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر. حد ينسى احلى ايام عمره؟ بس انا ليا شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الاماكن اللي كنا فيها وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيهم. لا، المره دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، الحق يا ممدوح. ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابه ويحققوا معاه. اعترف بايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن بقاله معايا عقد ده 22 سنه عمره ما حصل فيه نقص. امال المره دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعاده البيه الجرد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره وبعد كده قالوا لي ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه، وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني. قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمه التحقيق. خده. مظلوم والله. ممدوح بابا بريء يا ابني بريء. انا متاكد هو انك بريء، اكيد في حاجه غلط، بكره تبان ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عزت. ايه دخل عزت في كده؟ رفدوك من شغلك ولفقوا قضيه لوالدك ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار وعرضه انهم يستغنوا عنه. قضيه والدي غلطه في حسابات المخزن، بكره تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انت، انا هتمشى شويه وبعدين اوصل للمحامي. انت يا ولا، هو الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قول نومك ثواب. ده تكنيل انت وهو، وانت زي البغل، بغل انت وهو. الحقوني يا عالم، اتسرقت.
الجاكيته، العصايه.